السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا شباب؟ اخباركم ايه؟ كله تمام؟ قبل ما نبدأ نصلي على النبي. اهم حاجة نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لان صلاة النبي دي بالدنيا واللي عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليلتكم جميلة ان شاء الله، وكل سنة وحضراتكم طيبين، بمناسبة عيد الأضحى المبارك. يعود علينا وعليكم الأيام بخير يا رب، حاجة رسول الله. احنا هنقول دلوقتي بالنسبة للكابتن مدحت عبد الهادي، هيرجع يزعل لأن الخطيب خلاص قدم اللي قاله كله ده للنيابة، والنيابة هي تتصرف بقى طريقتها. وبعدين يعمل زي الكابتن مدحت شلبي، يطلع بعد كده يعتذر ومش على ايه بقى. انت بتهين المنظومة. كابتن مدحت شلبي يطلع يعتذر، وانا ما كانش قصدي. ما كانش قصدك ايه يا عم؟ هو في حد بيقول كلمة لما يكون عارف هو بيقول ايه؟ وعمال يقول ما كانش قصدي، مش عارف ايه، وحكاوي كده. بصراحة يعني زعلت الكابتن محمود الخطيب وزعلتنا احنا اكتر، لان احنا جمهور النادي الاهلي ولازم ندافع عن نادينا. ده شيء طبيعي. مدحت عبد العال طالع بقى يشتم الجمهور ويشتم لاعيبه الاهلي. طب انت بتفرح على ايه؟ طب ما ممكن سيراميكا هيكسبك، وانا وانت اهو هيكسبك سيراميكا. انت سيراميكا هيكسبك، وكمان مرفوع عليك قضيه كمان. انت راجل بتقعد مثلا مع واحد اعلامي، بتقعد تتكلم معاه وتتناقش معاه وزي الفل، ليه تطلع تشتم؟ ليه الإهانة دي؟ أنا نفسي أفهم ليه الإهانة دي؟ تشتم جمهور الأهلي عمل لك إيه؟ تشتم لعيبة الأهلي عمل لك إيه؟ الله. اللعيبة بتطفش منكم من عمايلكم ومن أفعالكم ومن إدارتكم اللي ما بتديش المستحقات للعيبة، بيطفشوا منكم. إمام عاشور بعتوه والأهلي جابه، لا ده الأهلي خطفه. إيه خطفه دي يعني؟ ده مشتريه من بره، هو مشتريه من جوه. زيزو سابكم وراح الأهلي، هو حر، فسخ عقده بنفسه. ليه؟ لأن ليه مستحقات ما اديتهالوش، وليه 82 مليون جنيه ادوهم له يا عم. لا أصله ما كانش بيلعب. طب هو يلعب بالعافية؟ أنا راجل رايح أشتغل شغلانة، صاحبها ماطل معايا، ما ادانيش، مش هروح له تاني. ده شيء طبيعي. الله، امال هيصرف منين اللعيب؟ يمكن مثلا بيعول بيته، بيعول امه، بيعول ابوه، هي دي شغلته. ليه يا جدعان احنا كده؟ احنا بقينا كده ليه؟ الله. واقول لك يشتم ويهلل والجمهور تشيله على كتفه. ايه يا عم ده؟ يعني انت فرحان بقى بشوية المعلمين اللي حواليك وبيشيلوك، تقوم تشتم في اللعيبة وتشتم في الجمهور؟ انت بتشتموا على إيه؟ انت كسبته عشان تشتمه؟ طب ما احنا كسبناكم، ما شتمناش ليه؟ ما قلناش ادبنا عليكم ليه؟ عشان احنا جمهور مؤدب ومحترم و... وبيشجع برقي، بيشجع النادي بتاعه. الله. الراجل بيشجع النادي بتاعه. ده الواد حسين الشحات بعد الماتش راح حيا الجمهور بتاعكم. شفت اللقطة دي؟ طبعا انت ما شفتهاش. والواد يا ولده كان بيعيط جنب العارضة، قعد يطقطق عليه ويقول له معلش ما تزعلش، تعيش وتاخد غيرها مثلا.
وطبعًا هيعيش وياخد غيرها كتير، ده كتير، كتير أوي، أوي. فأنا ما أنا مش هاقول لك بقى أنا باعمل إيه. آه، أنا كابتن الخطيب قال لي: "أنا هاوصّل المحامي الاستشاري بتاع الشركة، المستشار بتاع الشركة هيقدّم فيه بلاغ للنيابة بالسب والقذف ده." ليه؟ أنت راجل كان ليك تاريخ في الزمالك مع إن ما كنتش بتعرف تلعب، أنت أساسًا ما كنتش بتعرف تلعب، صدّقني أنت ما كنتش بتعرف تلعب، تاريخ عريق وتاريخ كبير، ومدحت عبد الهادي راح، مدحت عبد الهادي جه. ليه أنت تشوّه صورتك مع الناس؟ ليه تروح المحكمة؟ ليه تخش في قضية أنت لا ليك فيها ناقة ولا جمل؟ ليه؟ قُل لي، ليه التجاوزات دي؟ رضا عبد العال لمّا تجاوز مش راح النيابة؟ الوقت الراجل ما بيتكلمش إلا في الكورة، هو لازم يعني إحنا نروح النيابة عشان نتكلم في الكورة؟ ما نش وما نشتمش الناس؟ ليه نشتم الناس؟ ما إحنا بنطلع على القناة بتاعتنا عمرنا لا تجاوزنا في حد ولا شتمنا، عشان عيب إن إحنا نشتم حد، عشان الشتيمة دي حرام. أنا أمّا أشتمك حرام عليّا إن أنا أشتمك، أشتمك ليه؟ خلّيني مثلًا لا قدّر الله شتمتك، هاستفيد إيه؟ ولا حاجة، هاركب سيئة، هاركب ذنب، طَب أنا أركب الذنب ليه عشان أشتمك؟ لأ، أنت بشر زيي زيك، لإن ربنا سبحانه وتعالى فضّلنا عن جميع المخلوقات، لا أنا أسخر منّك ولا أنت تسخر منّي، لا أنا أشتمك ولا أنت تشتمني، خلّينا نعيش مع بعض كده برقي، يعني الناس تبقى مع بعضيها بأدب وأخلاق كده. لإيه؟ لإن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك إيه: "إنما بُعِثْتُ لأُتمِّم مكارم الأخلاق." مش بُعِثْت إن أنا آآ إن إحنا نتجاوز، لأ، لأُتمِّم مكارم الأخلاق. ليه ما قالكش بقى يكون أنت معاك شهادة عالية ويكون معاك مؤهل عالي، يكون معاك دكتوراه، لأ، لأُتمِّم مكارم الأخلاق. فلازم إحنا نمشي بالنهج يعني بالنهج بتاع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نقعدش نشتم بعض كده ونقِل أدبنا على بعض طَب على إيه؟ هتستفيد إيه؟ أنت شتمت جمهور الأهلي، شتمت جمهور الزمالك، مثلًا شتمت جمهور الأهلي ولاعيبة الأهلي، استفدت إيه؟ هيصولك لك شوية؟ هينفعوك بقى؟ طبعًا لأ، يعني لمّا تروح المحكمة هييجوا وراك؟ استحالة. فليه إحنا لازم دي كورة يا جدعان، دي كورة، نشجّع وما نشتمش حد، دي كورة، فيها مكسب وخسارة. النهارده أنت كسبت، بُكرة تخسر، النهارده أنا كسبت، بُكرة أخسر، كده، وده حال الدنيا. الله! حتى يعني في أي شغلانة ممكن تخطأ فيها، ممكن واحد مثلًا سباك يركّب حنفية غلط، يركّب ماسورة غلط، وارد، مش هيفضل ناجح على طول، لأ، ما فيش حاجة اسمها نجاح على طول، لأ، في حاجة اسمها إيه، أخلاق. أمّا نيجي نتكلّم مثلًا عن نحفّل عن نادي الزمالك وكل حاجة، بس ما نشتمش، نحفّل، لكن نشتم لأ، الشتيمة لأ. يعني أهو الكابتن مدحت شلبي تجاوز في الكابتن الخطيب، ورجع قال لك أنا ما أقصدش ومش عارف إيه، طب ليه أنت تتجاوز؟ ليه؟ يا جماعة إحنا عايزين نلعب كورة، مش ونشجّع بأدب وأخلاق زي
زي جمهور الأهلي ما بيشجّع برقية كده، شُفتوا جمهور الأهلي، واخد بالك؟ فأديك هتروح النيابة، هتعمل إيه؟ هتقول لي وكيل النيابة أصل أنا ليّا مزاج أشتمهم؟ شوف أنت وكلاء النيابة ما شاء الله عليهم، ناس محترمة وبيتكلموا كده بيطلّعوا كلام يعني يفرح، زي سيادة الوكيل النيابة الأستاذ خالد أبو رحاب، راجل الله أكبر عليه، ما شاء الله عليه، مرافعته ما لهاش حل، والله العظيم أنا نِفسي أروح محكمة وأقعد أتفرّج وأشوفه بيقول إيه، يعني أبقى أشوفه بس، شايف الناس اللي ما بتتجاوزش في حق حد، الناس بتقول عليها إيه، الراجل اللي ما بيتجاوزش في حق حد، الناس كلّها بتحبه، لكن اللي بيشتم ويشتم ده ويشتم ده، الناس مش ده أنت جمهورك ممكن ما يحبكش، فيا ريت والنبي كل واحد يخلّي لسانه في بُقّه وما يجيبش سيرة الأهلي ولا لعيبة الأهلي ولا جمهور الأهلي ولا كابتن الخطيب، كابتن الخطيب عمره ما غلط في حد، عمره. ده أنا شُفت مقطع كده صغير للكابتن حسين لبيب ميدو بيقول له: "أنا لعبت في الزمالك." قال له: "ميدو مين؟ مين ميدو؟" قال له: "ميدو أنا." قال له: "أنت؟" أنا ما أعرف مش عارف أنت مين. إيه يا عم ده بي مش عارف بيقلش عليه والّا إيه، مش فاكر أصل هنعمل إيه يعني يا جدعان ال البليلة لحست مخهم خالص و وإيه، طب أنا نِفسي ياخدوا الدوري، أنا نِفسي الزمالك ياخد الدوري، أنت عارف الزمالك لو خد الدوري مش هيروح أفريقيا ولا هيروح الكونفدرالية كمان ولا هيروح الintercontinental دي، صدقوني ما هيروح، ليه بقى؟ عليه 15 قضية، 10 و5 15 يعني ده ما شاء الله عليه طالع الأول على العالم في القواضي، الأول والله هو واخد مركز أول على العالم كله في القواضي بتاعة المستحقات بتاعة اللعيبة ومستحقات المدربين وشغلانة وليلة، ليلة يا عمدة، والراجل بسيوني كسّب الزمالك، هنعمل إيه؟ كسّبه، نصيبنا بقى. ده شغل عالي يا جدعان، وخلّي بالكم يعني هُم بيحتفلوا بالدوري من دلوقتي، يعني الماتش اللي فات لمّا الزمالك جاب جون offside الواد عمّال يلِف الملعب ويقول خدنا الدوري، خدنا يا عم مش أمّا تكسب ماتش سيراميكا تبقى تقول خدنا الدوري، ما يمكن سيراميكا إن شاء الله تلِبّك 1 والّا 2. أنا قلبي بيقول كده إن الزمالك مش هيكسب ماتش سيراميكا ده، يا جدعان الدوري بيحب الأهلي، يعني عندك 45 دوري و37 كاس، وطالع واحد يقول لك إيه، آآ بيقول للكابتن إكرامي بس الأهلي في زمن اللعيبة القُدامى كانوا بيكسبوا ومش عارف إيه، قال له: "طب بعد ما اللعيبة مشيت وفي لعيبة مشيت ومشيت، الأهلي ما بيكسبش بطولات؟" قال له: "لأ بيكسب." قال له: "أُمّال أنت بتناقض نَفْسك والّا إيه؟ عِد الدوريات اللي في اللي على الأندية كلّها هتلاقي الأهلي واخد أكتر منها."
عد البطولات بتاع افريقيا هتلاقي الاهلي واخد اكتر من افريقيا كلها بطولات. 12 بطولة. الله اكبر. 12 بطولة. فالاهلي ده فريق كبير وجمهوره اكبر. مش احنا بنلعب سيجا، احنا بنلعب كورة.